عامل له ايه ده كله يا ابو رشيده؟ ده حتتين بسبوسه وكنافه من عند المعلم ابو سريع. الهي يخليك يا ابو رشيده يا رب، ولا نتحرمش حسبي منك. حسبي يا شيخ. ايه يا معلم جرى ايه؟ هو انت جايب الحلويات ديت عشان تتفرج عليها ولا ناكلها؟ يا شيخه ما يبقاش همك على بطنك، خلي الحاجات دي بخيرها لما يجي الضيف، وبعدين اللي يفضل ان شاء الله يا رب تاكليها على بق واحد. ضيف ده بقى مين اللي هيجي يا اخويا؟ الاسطى عثمان الميكانيكي. عجايب. وانت من امتى بتعزم صحابك في البيت؟ دي بقى عزومه خصوصيه خصوصيه. خصوصيه يعني ايه؟ الله، ما تفتحي مخك بقى يا ام رشيد. امال ده انا لساني ريشف لغايه ما لقيته ورضي يجي معايا. برضه مش فاهمه. طب وتعب نفسك ليه عشان تعزمه؟ يا ولية انا في جاه المصطفى فهميني بقى، يعني هعزمه ليه؟ انت يا ولية مش عندك بنت عايزه تجوزيها؟ رشيده؟ ايوه رشيده. البنت قربت على 14 سنه ولازم نسطرها. على رأي المثل اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. يا دي النهار الابيض، يا دي النهار الابيض. فهمت بقى؟ يا سلام يا معلم، ده يوم المنى. هي وبسلامته بقى بيشتغل ايه؟ بقول لك اسطى ميكانيكي، ده صاحب ورشه يا وليه جنب دكانتي، ميكانيكي سيارات، ما يقلش مكسبه عن جنيه ولا 2 يومي. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. وشكله ايه ده بقى يا ابو رشيده؟ راجل ملو هدومه طول بعرض، حاجه تملى العين بصحيح. يا هناكي يا رشيده يا هناكي. وهي فين البنت؟ هنادي عليها حالا. ايه تنادي عليها منين؟ اهي يا اخويا قدام الباب بتلعب في الحاره مع العيال. بتلعب؟ يا وليه اندهلها ولبسها فستان نضيف، ولا عايزه العريس يشوفها وهي بتلعب في الحاره؟ ما تحملش هم، هنادلها واشطفها والبسها عشان العريس يتهابل عليها لما يشوفها. تسم الله عليها قمر 14. طيب انا رايح القهوه بقى، استنى الاسطى عثمان واقعد وياه هناك 5 على ما يشرب شيشه، وبعدين نيجي على طول. تيجي بالسلامه يا اخويا. وطبق البسبوسه والكنافه خليه بخير لما نيجي. ايه يا ابو رشيده، ده يزيد ما ينقص. ايوه جاي عندك واحد شاي بيزو اطلع بالمطلوب. اتفضل يا اسطى عثمان. مساء الخير يا معلم حسنين. يا مساء الجمال. يا دودو. سهلا. يا دودو. ايوه يا معلم. هات شيشه وكنكه قهوه يا واد. حاضر يا معلم. يعني اتاخرت يا اسطى عثمان. والله يا معلم وانا بقفل كده جه زبون بعربيه عطلني شويتين، يا دوب خلصتها رحت البيت غيرت وجيت على طول. برضه الشغل ابدا يا اسطى عثمان. اهو كل خير، طلعنا من الشغلة دي قد كده ب50 قرش. ربنا يزيدك من نعايمه يا عثمان يا ابني. يعني ما عرفتناش بالناس الأمارة يا معلم حسنين. ده يا معلم عبد الصبور يبقى الاسطى عثمان ميكانيكي سيارات، انما ايه اسطى حقيقي، ورشته جنب دكاني. يا اهلا وسهلا، القهوة نورت يا اسطى عثمان. وجودك يا معلم. وده بقى يا عثمان يا ابني المعلم عبد الصبور صاحب القهوه دي وحبيب الروح بالروح، اخويا يعني واكتر من اخويا كمان. ربنا يديم المعروف يا معلم. وعشان كده بقى قعدتي دايما جنبه هنا. دي فرصة سعيدة قوي يا معلم. معرفة خير ان شاء الله. طيب ما تاخذونيش يا رجاله بس لحظه وراجع لكم حالا. يعني ما كناش بنشوفك قبل كده يا اسطى. والله يا معلم الواحد يا دوب بيخلص شغله يروح البيت ما يدراش بنفسه. ولا اقول الجماعة شداد شوية. جماعة؟ ده انا لسه شارع في الجواز. دين النبي، انت لغاية دلوقتي وما تأهلتش؟ ده انت عجزت يا راجل. عجزت فين يا معلم؟ ده انا لسه ما عدتش ال30. برضه كبرت. واحد زيك صاحب ورشة وكسيب كان لازم تتجوز من زمان ويبقى معاك كام عيل يملوا عليك البيت. كده احسن يا معلم. يا دوب دلوقتي يكون الواحد كون نفسه، وكمان عشان ما يخلفش كتير يقوم يتلخم. جرى يا وليه ايه اللي جابك القهوه؟ رشيده يا معلم، رشيده. مالها؟ مش لاقيها في الحاره. يا خبر اسود، وراحت فين؟ العيال كلهم مش باينين، غطسوا مره واحده. يا دي النهار اللي ماهوش فايت. واقول ايه للراجل اللي جاي يشوف؟ ما انا اخر ما غلبت قلت اجي اقول لك تشوف لك صرف. لا يا وليه، تروح تدور عليها من الناحيه دي وانا هدور عليها من الناحيه التانيه. ربنا يعطرنا فيك يا رشيده. تكوا البلا ما وراكوش الا الهم. الله 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 الله. المعلم حسين راح فين كده بالمشوار؟ اصل لا مؤاخذه الجماعه بتوعه كانوا بيكلموه، لازم طالبين منه حاجه ورايح يستقضاها. يعني انا جاي له القهوه يقوم يسيبني ويمشي كده؟
كده هي دي اصول برضو. لازم امر مهم يا اسطى عثمان، وانا وهو واحد. ما بقولش حاجه يا معلم، انت برضو الخير والبركه، لكن لما نبتدي الحكايه كده من اولها ما تاخذنيش، يعني دي مساله نسب مش حاجه بسيطه. نسب؟ حاكم انا جاي اشوف بنت المعلم علشان ان كان لي نصيب. يا الف مبروك، والله خير ما نقيت يا معلم حسنين لبنتك. العفو يا معلم. والله هو كمان ما يتخيرش عنك. وبنته دي ولا مؤاخذه بقى انا مربيها ويا ما شلتها على كتفي ده. ناس كمل وحياتك، وهي الحيله ما عندوش بنات غيرها. ربنا يقدم اللي فيه الخير. مالك يا معلم حسنين بتهرول كده على فين؟ عم الشيخ معروف، لا مؤاخذة يا عم الشيخ معروف. الله، مش تقول لي ايه حكايتك؟ مالك واخد الدنيا في وشك كده؟ بدور على بنت رشيدة. وهي حتوه يا اخي، لو انت فاكرها طفلة صغيرة، دي ما شاء الله كبيرة وبتفهم. اصل عايزها ضروري. عجايب والله، بنت فاتت ال13 سنة وبيدور عليها زي اللي تكون طفلة بتاعت 4-5 سنين. الناس ما بقاش عندهم عقل. ايه يا ام رشيدة، ما لقيتهاش في اي حتة؟ ساعة بلف ما عرفتش اعثر عليها ابدا. انا مش عارف البت دي غطست فين. ما انا خلاص لقيتها يا معلم. إيه؟ العيال كلهم اتاريهم خدوا بعض وراحوا المراجيح اللي في الجبل. مراجيح ايه مقصوبة الرقبة دي؟ بنت بالطول ده وراحت تتمرجح؟ يوه يا معلم، هي بنت امتى؟ يا ولية دي جاي لها عريس من هنا ورايح بعد ما نقرا الفاتحة، مفيش خروج من البيت. فاهمة ولا مش فاهمة؟ طبعا يا معلم، ودي عايزة كلام. بعد ربع ساعة بالكتير تيجي تلاقيها على سنجة 10. عن اذنك بقى يا معلم. الله، ده بدري يا اسطى عثمان. بدري من عمرك يا معلم، بس الوقت اتاخر قوي. لكن ده المعلم حسنين لسه ما رجعش. معلش يا معلم، انا اللي بقالي اكتر من ساعه قاعد مستنيه. لا والله ما يصح، زمانه جاي. بصراحه كده انا مش مبسوط بقى، انا جاي له من اخر الدنيا يقوم يسيبني ملطوع على القهوه المده دي كلها. يا راجل لازم راح يجيب حاجه علشان يعمل الواجب لما تروح البيت. والله يا معلم جيت لي الحق، انا دلوقتي في حاله مش ولا بد، نأجلها المره التانية. والله ما يصح. معلش، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لكن الحقيقه برضو المعلم ملوش حق. هي ايه الحكاية يا معلم؟ اصل الاسطى عثمان ده كان جاي للمعلم حسنين واحنا قاعدين في امان الله، جم الجماعه بتوع المعلم ندهوله، وادي وش الضيف من ساعتها وما رجعش. الراجل قلق ماشي. انا قابلت المعلم حسنين ولقيته بيدور على بنته. ايه؟ قلت لي بقى عشان كده. انا مش فاهم حاجه. انا افهمك. ايه بقى الاسطى عثمان كان جاي يخطب بنت المعلم حسنين. يخطب؟ وطبعا لازم يشوفها، وعلشان كده كان بيدور عليها قبل ما يروحوا البيت. انت بتقول يخطب يا معلم؟ ايوه يا عم الشيخ. الله، المعلم جه. الله، امال الاسطى عثمان راح فين؟ والله يا معلم هو قلق ومشي وقال نأجلها المرة تانية بقى. دي الليلة اللي مش فايتة، يعني نكسر بخاطر البيت بعد ما تلبسها وتسوقها؟ يعني اروح اقول لهم العريس مشي يا ناس؟ عريس ايه يا معلم؟ ما قلت لك يا عم الشيخ عريس لبنته ولا هي صورة؟ على فكرة انت لقيتها فين يا معلم حسنين؟ ما لقيتها يا سيدي بتتمرجح في المراجيح. البنت دي عايز تجوزها يا معلم؟ الله، امال يعني هعلقها على الحيط احطها باترينا؟ هي البنت مسيرها لايه غير الجواز؟ ما قلناش حاجه، لكن كل شيء باوانه. الاوان يا عم الشيخ لما يظهر ابن الحلال. البنت صغيره يا ناس. صغيره مين يا عم الشيخ؟ البنت كبرت واللي يشوفها يديها فوق عن سنها 3-4 سنين. لكن صغيره، دي لسه ما تمتش ال14 سنه يا راجل. ما هو كويس كده يا عم الشيخ معروف. كويس ازاي يا معلم؟ دي جريمه. الله الله الله، جريمه ايه يا عم الشيخ؟ جريمه ايه يا راجل؟ الله، ده انا ما اتجوزت امها كان عندها 12 سنه، وام انا ولا مؤاخذه بيقولوا اتجوزت وكان عندها 10 سنين. الا جريمه دي كمان. كل وقت وله اوان يا معلم حسنين. انا ما افهمش الكلام ده، ما دام البنت كبرت وجالها العريس يبقى خلاص. يا راجل حرام عليك، دي لسه طفله بتلعب في الحاره وتركب المراجيح. خلاص بقى كفاياها لعب. اسرع عم الشيخ مستعجل عايز يبقى جد. دي مش مساله ينضحك عليها يا معلم، دي مساله خطيره.
اسمحوا لي انا معارض. الله وبعدين بقى، لكن انا موافق والعريس موافق. وعلى رأي المثل ابوها راضي وانا راضي. لا ده انتوا اكيد اتجننتوا. اتجننا ليه بس؟ الله، انا عايزه تتجوز وتخلف صبيان وبنات ويبقى لي عزوه. ده انا حسره ما عنديش غير 5 والباقي كلهم ماتوا. الله الجرى يا عم الشيخ على فين؟ مش قاعد وياكم، انتوا كلامكم غلط في غلط. الراديو ليل ونهار يهاتي ويقول نظموا الأسرة، وانت عايز تجوز البنت اللي لسه ما حصلتش 14 سنة؟ يا ناس فوقوا لنفسكم بقى، فوقوا بقى. عجايب يا اخواتي، هو حامي نفسه ليه ده؟ ما تزعلش نفسك يا معلم حسنين. ما تاخذنيش يا أستاذ عثمان، انت ما تعرفنيش. اي نعم، لكن بقى المسألة مهمة. خير يا عم الشيخ؟ تعالى يا ابني بعيد شوية عن هنا، عشان مش عايز المعلم حسنين يشوفنا سوا. والمعلم حسنين ما شفناش سوا ليه؟ دلوقتي هفهمك كل حاجة. تعالى معايا نتمشى شوية. شوف يا ابني، انا هكلمك في الموضوع ده لاني ما اقدرش اشوف غلط واسكت. ده يا اخي من رأى منكم منكرا فليغيره. منكر ايه يا عم الشيخ؟ الجوازة اللي هتتم دي منكر. الجوازة منكر يا عم الشيخ؟ جوازك من بنت حسنين منكر. استغفر الله العظيم، كلام ايه ده يا عم الشيخ؟ طبعا، امال ازاي راجل كبير زيك ناضج يتجوز من طفلة كان ممكن تكون بنته؟ طفلة؟ طفلة ايه يا سيدنا؟ ده المعلم بيقول عمرها 18 سنة. كذاب أشر، يا ابني ما كملتش 14 سنة. يا شيخ قول كلام غير ده. هو انا هكدب عليك يا ابني؟ عيب على شيبتي. ومع ذلك ليطمئن قلبك، تعال وانا اوريك بنفسك. شايف العيال اللي بيلعبوا هناك دول؟ شايفهم. شايف البنت اللي لابسه جلباب احمر دي؟ العيلة الصغيرة دي اهي دي تبقى العروس. مش ممكن. هي دي الحقيقة، وديك مسيرك هتشوفها في بيت المعلم حسنين. انا قلت لك وخلصت ضميري، اللهم فاشهد. معلم حسنين، انت كنت فين يا استاذ عثمان؟ بقالك يجي نص ساعه غطسان. كنت في مشوار ورجعت. انا عايز اتكلم معاك شويه. احنا ما نهناش الموضوع بتاع الصبح. ننهيه دلوقتي يا معلم، يلا بينا. ده انت مستعجل قوي. تعالى بس خلينا ننتهي من الموضوع ده. الله، مش لما نشطب شغلنا؟ هي حكاية ساعة ونرجع. يلا يا ابني، انا محب ما عليا. انت قلت لي البنت عندها كام سنة يا يجي معلم؟ 18 19 سنة. يعني انا مش كبير عليها. الله، كبير ازاي يا راجل؟ ده بيبقوا رجالة اولادهم متجوزين وبيتجوزوا اصغر منها. ومحضر كل حاجة يا معلم، شهادة الميلاد علشان المأذون يشوفها. بس انت توكل على الله وينو كل حاجة جاهزة على خيرة الله. الله، ايه اللي جابنا حارتنا؟ كلام خدنا واحنا ماشيين مش دريانين. واسم المحروسة ولا مؤاخذة ايه يا معلم حسنين؟ رشيدة. رشيدة؟ رشيدة. الله، انت بتزعق كده ليه يا اسطى؟ مش هي دي رشيدة اللي واقفة مع العيال؟ ايوه هي. بقى دي اللي عندها 18 سنة يا معلم. يا راجل يا راجل اتقي الله، عايزني وانا راجل كبير كده اتجوز بنت بتلعب في الحارة؟ انا عايز اتجوز يا معلم، مش عايز اتبنى عيلة. سلام عليكم. براوة عليك يا اسطى عثمان. الله، وانت طلعتنا منين يا شيخ معروف انت؟ امال فاكرنا سيبك ترتكب جريمة من غير ما امنعك؟ يعني عملتها، معلش بقيالك يا حظ. كنت